الرزق ليس مجرد أموال تعد وتوزع، وليس فقط ما يحمل في الجيوب، بل هو أعمق من ذلك. هو هبة من السماء، سلامة تنزل على القلب في أوقات العسر، ونور يشرق في ظلمة الأيام. قد يأتيك الرزق في صورة فرصة لا تتوقعها، أو كلمة طيبة تلقى في وجهك، أو ابتسامة من طفل تحيي فيك الأمل. لا تظن أن الرزق مقيد بزمن أو مكان، هو أفق واسع لا تحده الظروف، هو قدرة على الصبر والثبات، هو أن تجد السلام رغم كل العواصف. الرزق الحقيقي ليس فقط ما تملكه، بل هو ما تعيشه في قلبك من رضا وقناعة، وما تمنحه لمن حولك من حب وعطاء. لا تيأس إذا تأخر رزقك، فربما يختبر صبرك ليكرمك الله بأكثر مما كنت تحلم. ولا تنس أن الرزق بيد الله وحده، وهو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. فاجعل ثقتك بالله لا تهتز، وقل لنفسك: في كل صباح جديد يأتي رزق جديد، وإن طال الانتظار فإن الخير آت لا محالة. فالرزق نور في القلب، وعطاء بلا حدود، وسلام يدوم في النفوس. توكل على الله وابدأ من جديد، فكل شيء بيده، وهو القادر على أن يجعل لك من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل انتظار فرحا.